أولا موقف الخارجية وموقفي شخصيا عبرنا عنه من البداية بالرفض الكامل والشجب والإدانة لتدخل حزب الله في سوريا، وهذا قلناه مرارا، لا بلا ما تفق، هذا قلناه مرارا وكاين في تقارير موثقة. هذه النقطة الأولى. وباش نعطيك أمثلة، مثلا مجلس وزراء الخارجية ديال جامعة الدول العربية شاركنا فيه بفعالية ودافعنا عن هذا الموقف وخرج هذا الموقف. في اللجنة العليا المشتركة المغربية الكويتية والتي حضرت فيها أنا شخصيا مع وزير الخارجية الكويتي سجلناه يعني مباشرة وندد يعني الوزير الخارجية الكويتي والمغربي بكل أشكال التدخل الخارجي، خاصة تدخل حزب الله، كما دعا جانبا إلى ضرورة وقف العنف المسلط على الشعب السوري ابتداء الطافية. وهذا مبني على ماشي موقف آني، وإنما على موقف عام عبرنا عنه حتى قبل تدخل حزب الله في سوريا، هو رفض أي تدخل عسكري أجنبي. هذا قلته شخصيا في ندوات متعددة بما فيها ديال مراكش بعد استقلال سوريا. بالنسبة لسوريا نفس الشيء، هو ماشي قلت نفس الموقف، لا، قلنا نفس المبادئ العامة لحل الأزمة السورية اتفقنا عليها. أشنو هي؟ 3 المبادئ وأنا تحدثت عنها قلتها كاع، ولكن عندما ينقل على التلفزة أحيانا تصريح يمكن يتقطع. قلنا أولا الحفاظ على وحدة سوريا، ثانيا رفض أي تدخل عسكري أجنبي، وهذا الشيء راه داز كاع في التلفزة، رفض أي تدخل عسكري أجنبي، ثالثا البحث عن حل سياسي ودعم إعداد لجنيف 2 في إطار. وشنو هو تدخل أجنبي؟ وهذا الشيء تناقشنا فيه أنا ولافلوف مباشرة، هو حزب الله مباشرة، قلنا التدخل ديال حزب الله وناقشنا أنا وياه، فهذا هو المعنى. بذلك موقفنا من هذه القضية واضح لا لبس فيه، ولم يكن هناك أي تغير لا وتفاهم كامل في القضية السورية مع الإخوان في مجلس التعاون الخليجي، ونلتقي بهم باستمرار. أنا أعطيتك غير مثال واحد ديال اللجنة العليا المشتركة المغربية الكويتية، ولكن مع الإخوان الدول الأخرى في الخليج. احنا راه عارفين المواقف كي دايره، وعارفين المصالح ديال المغرب فين كاينه، وعارفين الشركاء الحقيقيين والعميقين ديال المغرب شكون هما، ورابطين معهم العلاقات، ولن نتساهل في هذا الامر. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، اشكرك لانك اتحت لي الفرصه باش نوضح واحد المساله اللي ما كانش بان لنا بان كاين غموض. ما كاين مشكل، البرلمان هذا من بين الايجابيات ديال الاجاوب على الاسئله هو ان نوضح بوضوح في هذه القضايا. ويمكن ان اؤكد مره اخرى ان موقف ديال وزاره الشؤون الخارجيه اللي هو ما كيعبرش على موقف حزبي بالمناسبه، وماشي ضروري يكون موقف حزبي، فانا لا امثل في وزاره الشؤون الخارجيه بالضروره موقف حزب، هو مواقف منسجمه منذ البدايه الى النهايه.